يا صباح الفل، صباح العسل، صباح الياسمين. عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. على فكره انا زعلانه منكم جدا جدا جدا. هتقولي لي زعلانه ليه؟ انا جايه لكم في الكلام اهو. زعلانه منكم علشان فين اللايكات الجامده اللي انا طلبتها منكم؟ انا مش شايفه لايكات كتير. انا بقى محتاجه منكم دلوقتي تنزلوا تعملوا لايكات كتير وتقولوا لي ايه رايكم في الفيديو بتاعي امبارح. بشكركم جدا اذا حد عمل لي لايك واشتركتوا في القناه. انا بحبكم قوي قوي، يا رب تكونوا بتحبوني قد ما انا بحبكم. فاي حد جديد بقى ينزل يتفضل دلوقتي ينزل يعمل اشتراك ويعمل لايك للفيديو، وتقولوا لي انا بعمل ايه في الفيديو وهنعمل ايه ويومنا ماشي ازاي زي السكر والعسل والياسمين زيكم كده. بحبكم جدا جدا. ويعني كلامكم الجامد الحلو المشجع المحفز بتدوني طاقة إيجابية جدا إن أنا أصور كل يوم وأعمل فيديوهات أجمد من الفيديو اللي قبله. فيلا بينا يلا بينا. الحماس بتاعك ده يا ستي انتي ايه الحماس اللي عندك ده؟ يا جماعة الحماس اللي عندي ده من جمالكم وحلاوتكم. بجد بشكركم بشكركم بشكركم. اي نعم في ناس بتتفرج عليا 50% من اللي بيتفرجوا عليا مش مشتركين في القناة، فانا زعلانة منكم. ليه بقى؟ علشان انتوا بتشوفوا الفيديو بتاعي كل يوم وبيبان عندي ان انتوا بتشوفوه. طيب مش بتشتركوا ليه؟ ها؟ طب مش بتعملوا لايك ليه؟ ها؟ اللايك ده يا جماعة دعمكم ليا لو انتوا بتحبوني، فمستنية منكم طبعا تشجعوني أولا. وأي حد بيدعمني بكلمة بجملة بتعليق بلايك باشتراك بيخش الانتساب، أهلا وسهلا أهلا وسهلا. طيب قولوا لي بقى بتشوفوني منين؟ يعني من أني بلد ومن أني دولة علشان اشكركم. فطبعا لازم نشكر طبعا حبايبي واخواتي وسندي وظهري اللي بيتفرجوا عليا، اللي كتبوا لي في الكومنتات امبارح. الكويت اهلا اهلا وسهلا شرفتوني ونورتوني احسن ناس. والسعوديه اهلا وسهلا شرفتوني احسن ناس. واسكندريه اهلا وسهلا شرفتوني احسن ناس. وطبعا القاهره حبايبي واخواتي وصحابي. بشكركم جدا جدا ان انتم مشرفيني ونوريني هنا. يلا بينا وبطلي رد علشان انت وجعتيلي دماغ. انا بعرفك بكلم نفسي، انا اقول لنفسي كده انتوا ما تقوليليش بطلي رغي ماشي، عشان انا مش هبطل. انا طول ما انا موجوده معاكم في الفيديو هفضل اتكلم واتكلم واتكلم واتكلم. في حاجه عايزين حاجه قولوا قولوا قولوا. لو لكم اي راي يعني معين هستناكم في الكومنتات. وخلي بالكم الايام الجايه كتير وهنتكلم مع بعض كتير وهنرغي مع بعض كتير. بس عايزه اقول لكم على حاجه الاول. شوكولاتات القناه، فراولايه القناه، حلويات القناه، مسكرات القناه، طبعا الانتساب. ايه رايكم فيديوهات الانتساب حلوه؟ ها من الاخر كده قولوا لي. طب انا عارفه ان انتوا بتكتبوا كومنتات حلوه وبتقولوا لي ان الفيديوهات اللي في الانتساب حلوه وجميله، فبشكركم طبعا اذا اي حد موجود عندي في الانتساب. وطبعا اي حد مش موجود براحتكم. انا بقول لكم فيديوهات الانتساب حلوه وجميله ومشجعه وفيها وصفات حلوه وبنعلى بالمستوى. وبصوا مستوى عالي 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 عالي. فيديوهات الانتساب نازله بكره جامده 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 وفيها مفاجآت. انتظروا بكره فيديوهات الانتساب حلوه بجد. طبعا الايام الجايه هنسافر وهنروح وهنيجي وهنعمل. فيلا بينا نشوف فيديو النهاردة ويوم النهاردة ويومكم زي الهنا وزي الفل وزي كل حاجة حلوة. فلو وصلت لغاية هنا يا هانم يا هانم يا اللي ما بتعمليش اللايكات وما بتشتركيش، مستنية منكم اللايك الجامد وتشتركي في القناة. تمام. فيلا بينا نكمل بقى الفيديو ونفرش الأوضة ونخليها بصوا أحمر 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 كده. بصوا شايفين المفارش الحمراء الجميلة؟ بجد المفارش دي أنا بحبها قوي وخطيرة خطيرة خطيرة. ما بتزحلقش خالص من على السرير حتى لو عندكم أطفال صغيرين. بقى انتوا عارفين بقى جو الأطفال والتنطيط والجو ده. لا بصوا حلوة بجد. هاتوها مفارش تقيلة شتوية جميلة وهتساعدك ان انت تفرشي كده على طول. تبقي سعيده يعني وانت بتفرشي كده، مبهجه زي ما بيقولوا. ها يا مبهجين يا اللي بتعملوا لي لايكات يا حلوين. طبعا مش بكلم حبايبي اللي بيعملوا لي، بكلم طبعا الناس اللي ما بتعمليش. انا شايفاكوا اهو اهو وصلتوا لغايه دلوقتي واللايك ما اتعملش. ليه؟ ليه اللايك ما اتعملش؟ طب ليه؟
ماشي، الناس حبايبي واخواتي وصحابي اللي في الانتساب بيعملوا لي لايكات وبيكتبوا لي كومنتات حلوه، يقولوا لي ان احنا في الانتساب وبيقولوا لي فيديوهاتك جامده. طب وهنا ايه مالكم؟ خلاص بقى، خلاص يعني هعمل ايه اكتر يعني؟ هتضطروني ان انا اقول لكم برضو انزلوا اعملوا لايك. هتفتكروني هطلع دلوقتي واسيبكم؟ ده انا بصوا هفضل ارغي في الفيديو لغايه اما تنزلوا تعملوا لايك وتكتبوا لي عملنا لك اللايك. يا ستي بطلي رغي. طيب هنا انا خلصت السرير؟ لا ما خلصتش على فكره. حطينا المفرش وعملنا فرش المخدات، فرشناها وهنفرش. وخلي بالكم الفيديو ده ليه تكمله، وتكمله جامده جدا 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 يعني، هتلاقوها في قناه تانية. روحوا اجروا على قناه تانية على فكره، صدقوني نفس مستوى الفيديوهات هنا. ولو حابين تشوفوا لي فيديو تاني تروحوا هناك واكتبوا لي ان انتوا شفتوا الفيديوهين. فلو وصلتي لغاية هنا قولي لي وصلت للدقيقة، داخلة على الدقيقة الستة اهو، واكتبي الدقيقة الستة علشان اعرف ان انتي وصلتي للدقيقة كام. فيلا بينا نكمل الفيديو. تعبتلكوا صح؟ انا واحدة تعبتلكوا، انا واحدة رغاية، بس هنعمل ايه بقى؟ هنعمل ايه؟ بحبكم، يا رب تكونوا بتحبوني قد ما انا بحبكم. شايفين الكركبة اللي انا فيها؟ كركبة السنين بأمانة، بس انا عملتها وروقتها. بصوا دي بقى شرابات وحاجات كده. فانا بقى شلتها كلها في شنطه وحطيتها عشان انا هنا مش عندي دولاب. ادعوا لي الايام الجايه هجيب كل حاجه وهعمل كل حاجه معاكم، بس يعني ساعدوني. هقول ايه؟ ساعدوني ان فيديوهاتي تنتشر اكتر، ونعمل اللايك وتدعموني باللايك. الفيديو اليوتيوب بيقترحه اكتر واكتر، فبيجيب لي مشاهدات احسن شويه. وتخلص بقى المدارس وجو المدارس وقرف المدارس، وبعدين نبدأ هنشوف هنجيب ايه. وعايزة اقول لكم على مفاجأة تاني، انا خلاص حجزت المصيف يا اخواتي، حجزت المصيف، وهنروح بقى مصيف مع بعض وهنبلبط مع بعض وفساتين بقى وحركات. وبصوا خلوها مفاجأة الأيام الجاية. حلوة إن شاء الله. الأيام الجاية هتبقى جميلة عليكم وعليا، وتخش عليكم بالبركة وعلى بيوتكم يا رب. بس كده، انا الحاجة اللي بقدر اشيلها بشيلها، والحاجة اللي ملهاش لازمة تتشيل طبعا بتتشيل خالص. وهنا روقت بقى الترابيزة تلاقوا على هقلمة شواحن، زي ما انتوا شفتوا كده، شرابات. اللي هو انا عشان كنت لسه غاسلة بقى وكده، فكانت الشرابات بقى كانت كتير، فلو حطيتها كده في شنطة وركنتها بقى جنب الترابيزة كده عشان يبقى ليها مكان، نعرف بقى مكانها فين. هنا انا كنت بشوف الورق ده لاني انا في الفيديو بتاع القناه التانية لميت بقى الكتب والورق والكشاكيل والحاجات اللي ملهاش لازمه. انا خلاص خدنا الاجازه بتاعت نص السنه اللي مش هنتهنى فيها كتير، اللي هي 15 يوم. هي كركبه على الفاضي، شلتها بقى ورميت كله. وروقت هنا بقى الاوضه وخليت الاوضه زي الفل. خلاص كده انا خلصت اهو. هعمل ايه تاني هقول لكم دلوقتي اهو. على قد ما بقدر انا بنظم الدنيا وبخلي الدنيا زي الفل. لو عايزين اي وصفة معينة، عايزين اي اكلة معينة، عايزين اي فلوج معين، عايزين اي حاجة معينة، اكتبوا لي في الكومنتات وانا هعمل لكم اللي انتوا نفسكم فيه كله. اطلبوا واتمنوا وانا معاكم. انا هنا بدأت في السرير التاني، بس طبعا انا هكمل طبعا معاكم الفيديو لان الفيديو كان طويل جدا. هتلاقوه في القناة التانية القناة التانية موجودة في المنتدى. ولو مش عارفين اكتبوا لي كومنت وانا هكتب لكم القناة، لينك القناة التانية. بشكركم جدا جدا، وبشكرك ان انتي وصلتي لغاية هنا. اكتبي لي وصلتي للدقيقة ال10 عشان اعرف وصلتي لغاية هنا. والنهاردة عاملة لك وصفة حلوة وجميلة وان شاء الله هتعجبك، وانا واثقة انها هتعجبك. اعملوا كل وصفاتي هتعجبكم وحلوة قوي 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 قوي. يلا بينا نخش على المطبخ ونشوف هنعمل ايه النهاردة. يلا بينا.
النهاردة هنعمل المانجا المخللة. يعني ايه مانجا مخللة؟ المانجا يا جماعة اللي بتاعت اللي احنا بناكلها في الصيف، اللي هي الفواكه المانجا. انا طبعا مش عارفة اسمها ايه عندكم، هي موجودة عندنا في القاهرة او في مصر اسمها مانجا، ومتهيألي يعني موجودة برضو في مصر كلها اسمها مانجا، ما عندناش اي اسم تاني متهيألي، يعني دي معلوماتي. انتوا بقى يعني زي اهل السعودية او اهل الكويت اليمن كلكم بتسموها ايه؟ انا مش عارفة، اكتبوا لي الفاكهة دي انتوا بتسموها ايه عندكم، وهل موجودة عندكم دلوقتي ولا خلاص مش موجودة. ادي جبناها اهي، وجبنا شوية ملح، وجبنا فصين توم اهو شايفين، تقطع شرايح، ومعلقة خل، ومعاكي حبة البركة، ومعاكي هنا فلفل حراق او فلفل سبايسي، وليمون، عصرة ليمون. بس كده، ادي كل المكونات معاكي. يلا بينا نقطع ونشوف هنعملها ازاي. عايزين نعملها مكعبات ولا صغيرة ولا كبيرة؟ يعني مكعبات حلوة كده، اللي هو بصوا يعني ايه، ما تبقاش صغيرة قوي علشان ما تتهرش منك يعني. جبناها، وجبنا طبعا القطاعة اللي بنقطع عليها القطعة دي طبعا مخصصينها للأكل، بصوا للخضار، وبنسيب قطاعة للحوم علشان البكتيريا. يا جماعة خلي بالكم، الموضوع ده مهم جدا جدا جدا. القطاعة ما تقطعيش عليها كل حاجة، خصصي كل حاجة ليها علشان البكتيريا تبقى الدنيا نضيفة معاكي. بصوا دي شكلها اهي. انا عايزاها على فكرة نية، ما تبقاش مستوية، لاني لو مستوية هتبقى مهرية معاكي، مش هتبقى مخللة. هنا هي نص سوا على فكرة، زي ما انتوا شايفين اهو. اهو شايفين المانجا شكلها عامل ازاي، جميلة اهو، خطيرة اهو. هنقطعها بقى مكعبات. انا عايزاكم تعملوها زي ما انا عاملاها، نفس المكعبات اللي انا بعملها بالظبط انتوا تعملوها، ولا تصغروها ولا تكبروها اهو. هنا بقى البذرة معانا، انا بقى طبعا بشيل منها البذر. بصوا خلي بالك لا تتعوري اهو. هنعمل بقى مكعبات مع بعض، وهوريكم الطريقة والوصفة، وانا واثقة انها تعجبكم جدا جدا جدا. جربوها، ولو عايزين تجربوا جربوا، بس يعني كمية اقل، ما تجربوش الكمية الكبيرة دي علشان ما الدنيا يعني لو ما عجبتكوش تترمي، حرام، ما ترموش حاجة. ادي كده، هي دي اللي هنعملها مكعبات، فعايزة كلها بقى نفس المقاس ده. بصوا اهو، ادي مكعبات مكعبات اهو. شايفين كلها تتقطع زي ما احنا شايفين كده، كلها بالقشر كله تقطعها كلها. بحبكم جدا جدا، وبشكركم جدا ان انتوا وصلتوا معايا لغايه هنا. كملوا بقيه الوصفه موجوده معاكم في القناه التانية، امشوا على كل خطوه انا بعملها لكم، وصدقوني هتستفادوا كتير. ولو عايزين اي وصفه اكل واي اكله، مستنيه كومنتاتكم الحلوه. ويا رب ما اكونش بغلس عليكم، ما اكونش برغي كتير، يا رب ما اكونش فيديوهاتي ممله، تكون حلوه وبتستفادوا منها زي ما انا بستفاد منكم. امشوا بكل الخطوات اللي موجوده معاكم، والطريقه هتعجبكم جدا جدا، وهتوحشوني الفيديو بتاع بكره لو ده عمل 500 لايك. فيلا بينا اقول لكم باي باي وسلام، وهتوحشوني الفيديو الجاي. سلام.